بسم الله الرحمن الرحيم. وفي السماء رزقكم وما توعدون. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة العبد الحائر المحتاج الذي ضج من كل ضيق وحرج ولجأ إلى باب الكريم ففتحت له أبواب الفرج وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم الذي أخبر عن ربه إن لله تعالى في كل نفس 100,000 فرج قريب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وسر بقائها وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات الإلهية فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي عزه من كل سوء. اللهم فرج كربي كما وعدت أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عنه الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وارزقنا النظر إلى جماله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة ساعة مع نور. قناة ساعة مع نور قناة شاملة مميزة تشمل السياسة والترفيه والدين وكل ما يخص المجتمع وأخبار عاجلة، وقناة تعتمد في الفيديوهات الرئيسية على فيديوهات مميزة للدكتور مبروك عطية وللشيخ رمضان عبد المعز والدكتورة نادية عمارة والدكتورة سعاد صالح والدكتور توفيق عكاشة والمستشار مرتضى منصور وفيديوهات لأسامة منير والدكتورة هبة وفي فيديوهات مفاجأة هتعرفوها أول ما تنزل على القناة. ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. زر الجرس ده مهم انكم تفعلوه عشان يجيلكم اشعار بالفيديوهات اللي بتنزل على القناة، واتمنى دعمكم وشكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اعزائي المشاهدين زي ما تعودنا بنعلق على الفيديو الاول وبعد كده بنشوف الفيديو بالكامل. متصلة بتقول انا محروق دمي، ابني بيعاشر
جارتنا او بيمارس الزنا مع جارتنا اللي عندها 60 سنة، وهي عندها اولاد واحفاد كمان، وتقول مش عارفة اعمل ايه. وهل ما اذا بلغت عيالها وابنها عندها وابني عندها ممكن يقتلوا ابني، ولا ابلغ البوليس ولا اعمل ايه؟ هي هتتجنن. اقول للمتصلة ربنا يكون في عونك وكلامك ده حقيقي. وثانيا مش عارف اقدم لك حل ايه، الامر مر. لو قلت لاولاد هذه الام ممكن يقتلوا ابنك ويقتلوا الست، و انتي تنصحي ابنك وتتركي بقى هو اللي يتحمل مساره، حتى وممكن لو بلغت البوليس هتقلب بفضيحة للابن وليكي وللست وعيلتها، وممكن ينتقموا من الابن بعد كده انه اذاهم في شرفهم والكلام ده. يا ريت تقدموا حل للمتصلة في التعليقات، يا ريت. كل ده بسبب قلة الوازع الديني. تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهاتنا اول باول. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، اتفضلي. بس انا ابني ماشي مع واحدة جارتي، وبعدين انا مش عارفة اتصل بابنه وهو جوه معاه، ولا ابلغ البوليس، ولا اعمل ايه؟ انا متضايقة جدا من الحكاية دي. لا مش فاهمين، انت ابنك بيعرف واحدة جارتك؟ جارتك دي ست متجوزة بس جوزها متوفى وقاعدة لوحدها تحت. جوزها ومخلفة؟ أو جدة كمان عندها 60 سنة. جدة؟ وابنك هي عندها 60 سنة؟ وابنك عنده كم سنة؟ عنده 44. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب وإيه العلاقة مش متوازنة أصلا أنا هعمل إيه أعمل إيه؟ أنت لما اتكلمتي قالك إيه؟ قال لي أنت مجنونة. طب انت متأكدة ولا تكوني لا متأكدة متأكدة طبعا. متأكدة. من أقول كده لله أنا حاجة بيت الله وعارفة كل متأكدة شفتي حاجة بعينك ولا لا ما شفتش. لقيته نزل تحت وخبط ودخلوا وقعد عندها لغاية الساعة 12:30 بالليل. أيوة، لما سألتي قالك إيه؟ قال لي أنت مجنونة. قال لي إيه؟ أنا قصدي يمكن ما فيش حاجة. لا في يا ماما، في، أنا عارفة كويس. طب ما جربتي تكلميها هي؟ لا طبعا مش شتمت عليها، بس هي سمعت شتيمة كمان لأنها البيت واطي بتسمع الكلام. ابنك متجوز؟ لا. طب انت دلوقتي السؤال بتاعك انك انت عايز تعملي ايه؟
اتصل بابنها يجي وهو تحت، ولا بلغ البوليس عليهم، ولا اعمل ايه؟ انا متغاظة جدا جدا جدا. بس انت كده هتعملي كارثة لابنك كمان وليها. انا خايفة لا يدخل يقتله. اعمل ايه؟ طب اعمل ايه طيب؟ يعني لا الشيخ احمد طبعا هيقولك، بس انا يعني شايفه انك تحاولي تتكلمي مع ابنك اكتر. بتكلم وبهدلني، صدقيني بيبهدلني اخر بدل. اتكلمي معاها، ليه اخوات مع الجيران. حضرتك ليه اخوات تاني؟ يعني ليك اولاد تانيين؟ قالوا اخواته بس ممكن يبهدلهم هما كمان، محدش بيقدر يكلمه، ده هو مجرم اصلا. عصبي يعني. عصب النفس، ربنا ينتقم منه يا رب. معلش ما تدعيش على ابنك برضه طيب يا حبيبتي. اللي بيعملوا فينا. ماشي يا حبيبة قلبي ماشي. مش عارف. يعني بس بلاش فكرة انها تقول لابنها ولا تقول للبوليس، بلاش الفضايح دي، يعني تحاول هي تلم الاول الموضوع. يعني هي تنصح ابنه، تنصح الست، تنصح ابنها وتنصح الست. تقول لهم والله انا يعني مش عارف يعني ايه اللي يحصل، لان هي يعني خايف اقول كلام لان هي بتقول ابنها مجرم او حاجه زي كده، فممكن لا يعني عصبي يعني. الله اعلم. يعني ما فيش ام تدعى على ابنها بالطريقه دي، غلط. يعني الام اللي تدعى على ابنها يبقى شافت المر، يعني خلينا نقول شافت المر من الولد ده. فانا شايف حاجه اللي انتي انصحيها هي كمان. نطلع بقى مستوى تاني. انا والله هبلغ، ما تقوليش الكلمة دي، لان الله اعلم انا خايف من صوت حضرتك ان ممكن ابنك ده ممكن يعمل اي مصيبة سواء مع حضرتك ولا مع غيرك. فقولي اخواته، قولوا له يا جماعة يعني شوفوا صرفة مع اخوكوا ده وربنا يهديه. انا مش عارف والله، يعني مش عارف اقول اكتر من كده يعني. ربنا يهدي. ادم هو شخص مجرم يا استاذة دعاء. ربنا يهدي. ربنا يهدي. فاهماني؟ ربنا يهدي.